يعني بشكل كبير لا، لان انت الزمالك المباريات السته اللي جايين كلهم فرق كبيره يعني، وحتى كمان هتلاعب الفرقه المنافسه يعني الزمالك هيلاعب بيراميدز تاني وهيلاعب الاهلي مره ثانيه تمام. فبالتالي هنا انت عشان تكسب، عشان الزمالك يكسب البطوله لازم يكسب ويتعادل مع الاهلي وبيراميدز، عشان يكسب البطوله دي لازم يكسب الباقي، الا في حاله تعثر بقى الفرقه الثانيه ده موضوع ثاني بقى. لكن انت لو بتتكلم على بطوله هتحسم او هتحسم بالشكل ده لا لسه طبعا قولا واحدا لسه. لكن هو الزمالك خد بالك. طب انت مع 70% اللي قالوا لا طبعا، ولا 70 ولا 60 ولا حتى يعني البطوله لسه في الملعب. البطوله يعني متساويه لكل الفرق، حتى وان كان فرق النقاط لنادي الزمالك. خد بالك الزمالك الفتره اللي فاتت بيلعب من غير ضغوطات تماما. انا فرقه جايه مدير فني جديد، الفرقه كانت بعيده شويه او بعيده كتير، بس انت بتتكلم على 7 ماتشات. حلو ماشي، بس ال6 مباريات مع فرق كلهم بيقاتلوا. كل فرقه عايزه مقعد من المقاعد ده. 6 ماتشات يا بلال بعد اذنك، الزمالك ما خسرش الا ماتش الاهلي بس فيهم، وكسب بيراميدز، كسب سيراميكا، كسب سموحه، كسب المصري. انا بكلمك على الفرق اللي موجوده في الدوري.